فالأئمة الأربعة رضوان الله عليهم لا يختلفون في أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام سبا صريحا يكفر ويقتل. وإذا عرضنا هذه النازلة التي أصابت هذا البلد الحبيب، هذه النازلة المظلمة وهذه الفتنة المدلهمة وهذا الأذى العريض، في أن هذا الكافر الزنديق المدعو عصيدا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تجرأ أمام الملأ وتحدى أمة ومشاعر وقيم تاريخ وحضارة ومزق أفئدة وكوى قلوبا. أجمع أئمة السنة والجماعة، بل أجمعت الأمة بكل فرقها على أن هذا الفاعل كافر كفرا يخرج به من الملة، وأن حكمه القتل. لو كاين القضاة العدل، كاين الناس اللي كيعظموا الشرع، كاين الناس اللي كيخافوا رب العالمين، وكاين الناس اللي باغيين يشربوا من يد النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض. أما إلا كاين الجور وكاين الفساد، كاين موت القلوب، وكاين الإعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إلا إذا كاين بعض الأسباب الشرعية التي تقدم فيها أشياء وتدرأ فيها أشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه النازلة تعتبر كفرا عند جميع الأئمة، لأن حتى الأسباب ديال الخلاف اللي هي التوبة النصوح ما كيناش، وحتى لكن التوبة نحن على مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل وجمهور الأئمة في أنه لا توبة له صيانة لجناب النبوة. قاضي عياض الذي أتقن في هذا الباب إتقانا فتح الله فيه عليه فتحا كبيرا، يقول في نهاية بحثه القيم العظيم لمن تساهل في حق التائب التوبة النصوح، قال: أما من راعى من الأئمة حق النبوة فلم يلتفت إلى تائب وأمر بقتله ولم يستتبه لمن سب النبي عليه السلام، لم يستتبه ولم يلتفت إلى توبته وأمر بقتله، وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. قال: وأما من راعى حرمة الدماء، غادي نحكموا عليه بالقتل كذا، راعى حرمة الدماء، ولو وضعنا البشر كله في كفة بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وضعنا الخليل المصطفى في كفة لرجحت بهم كفة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لما جاءوا الملائكة لشق صدره قالوا: زنه برجل من أمته، فوزنه فرجح. قال: زنه برجلين، قال: زنه ب10، كلها يرجح الكفة النبوية. قال ملك لآخر: دعه، لو وزن بأمته لرجح بالآباء والأمهات صلى الله عليه وآله وسلم. كيف قد نراعي الدماء؟ نعم، الدماء تراعى ما لم يخترق جناب النبوة، وتدرأ الحدود بالشبهات، ويميز السب غير الصريح، وتراعى الأسباب المعتبرة شرعا في حديث العهد بالكفر، وفي من نشأ في نادية بادية نائية، ومن كان في الأزمنة والأمكنة التي انطفأت فيها أنوار النبوة، هذا كله يراعى. لكن أن يصبح الأمر هكذا عاديا، ونسبه كسب غيره وانتقاصه كانتقاص غيره، هذا لا يقبل في شريعة التوحيد، وما فيش تعظيم للنبوة، وما فيش معرفة بشهادة أن محمد رسول الله، وقد يؤدي فيما بعد إلى التجاوز عمن لم يتب، بل سيصبح أمرا عاديا وستتطور
وسيتطور إعلام المسيح الدجال وصحافة الزندقة إلى هجوم أكبر إذا لم يقف أهل العلم وأهل الخير والاستقامة وعيان الهداية وخيار هذه الأمة واللي باقي فيه شوية ديال النفس في هذا البلد، إذا لم يقفوا وقفة رجل واحد في وجه الردة والإلحاد والزندقة لكان الأمر عسيرا، ولوجد الناس حسابا شديدا، ولصد عنهم النبي عليه السلام يوم العرض ولم يلتفت إليهم ويقال لهم سحقا سحقا. فالأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي الله عنهم قد ذكروا حكم الإسلام في من سب النبي عليه السلام حكما واضحا، وهو الكفر الأكبر الناقل من الملة، وحكمه القتل، ويقتل كافرا ويبعث كافرا ويدخل النار إلا أن يشاء الله لحكمة يعلمها هو. احنا كنتكلموا بما لدينا من أدلة وحجاج وبراهين. وأما من يدافع عن هؤلاء فهو منافق معلوم النفاق. من يدافع عن المرتدين، من يحمي المرتدين، من يقول إنه معهم بالله مشروط، ومن يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وتطرفا وفسادا، هؤلاء منافقون يعلم نفاقهم، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يقفوا في صف النبوة والرسالة وتعظيم كتاب الله ودونه المهج والأرواح. هذا دين، هذا دين، هذه عقيدة، هذا توحيد. انظر إلى الزنادقة كيف هم مصرون على الزندقة وعلى التهكم وعلى الاستهزاء بالأصول المقومات والمصادر وبروح الإسلام، تاريخ الإسلام وأمجاد الإسلام. علاش؟ لماذا لم يجدوا حراس الحدود، ولم يجدوا شرطة الموت، ولم يجدوا أهل الحق، ولم يجدوا وراث النبوة من علماء الخير الذين لا يقدمون على الله ورسوله شيئا؟ فسيزداد هجومهم وانتقادهم إذا لم يجدوا رادعا من الحق، إذا لم يجدوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا لم يجدوا من الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.